فتخيلت ان انا صاحيه النهارده من النوم، يعني في يوم كده صحيت لقيت ان انا ما عنديش هدف في حياتي. لسه قايلين دلوقتي ان رمضان يوم الخميس عندنا هنا في مصر. طب كل فتره من حياتنا محتاجين تاني نرجع نعمل ريفرش كده لاهدافنا ورسالتنا ولحياتنا، عشان احنا مش مخلطين فيها. فده برضو جانب تاني، فانا بقى مش متخيله بقى في وسط كل ده وحد يجي يقول لي انا ما عنديش هدف. علاقتك عامله ازاي مع ربنا؟ دي دايما اول هدف. دايما بنحاول ان احنا نحسن المحور ده في حياتنا، اللي هو اهم محور. يا صباح. صحيت الصبح عملت القهوه، كنت عايزه اصوركم الصبح بس طبعا وانا صاحيه من النوم ببقى منفخه، وشي منفخ ومش قادره اعمل حاجه غير اني بس افوق. ففقت وحضرت بقى الحاجات اللي المفروض تطلع النهارده. طبعا هطلع معاها في واحد فيهم الكيمونو ده، يعني راجل طلبه لزوجته. حسيت الموضوع لطيف قوي، حاسه اني انبسطت موت لما لقيت هو اللي بيكلمني وطلبه من الويب سايت، وبعد كده بقى دخل يكلمني قبل اصلا ما يطلبه عشان يطلبه. ودفع فلوس وانستا باي وكده. حسيت الموضوع كيوت قوي. بقوا جاهزين. بصوا لمعة الجاكيت ده خطير، شكلهم كيوت موت، تحفة. فتحت الفيديو ده مخصوص وانزله قبل ما بينزل ميعادنا كل جمعة لسبب تعليقاتكم عن الفيديو اللي فات. المهم عايزه اقول لكم الاول بجد، يعني انا مبسوطه جدا جدا ان انتوا بتتفاعلوا معايا وان في كده حوار رايح بينكم وبيننا وبيني، بحيث فاهمين تبقى الدنيا لذيذه كده وتونسوني في الوحده اللي انا عايشاها الفتره دي في الظروف دي. ماشي ماشي. المهم الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن قوم اشتغل واعمل حاجه حتى لو مش عارفه ايه وكده، واغلبكم قالوا لي ان بجد ما فيش هدف. طب إيه الناس بقى اللي ما عندهاش هدف في حياتها؟ فتخيلت ان انا صاحيه النهارده من النوم، يعني في يوم كده صحيت لقيت ان انا ما عنديش هدف في حياتي. ظروفي تمام وما فيش حاجه اسعى عشانها او مش لاقيه الكلام ده. لان انتم بصراحه يعني من وقت ما كنت انا صغيره وانا في حاجات في دماغي كده عايزه احققها او اعملها، مش على المدى البعيد، يعني على المدى كنت وانا صغيره على المدى البعيد، دلوقتي بحققها ويعني دلوقتي بسعى ليها وقريب ان شاء الله تتحقق يا رب يا رب. ففي دماغي مش عارفه تفهم ازاي دماغي اللي ما عندوش هدف بيفكر، فاهمين حاجه؟ فقلت خلاص انا مثلا النهارده صاحيه من النوم وما عنديش اي هدف لحياتي، المفروض اعمل ايه؟ ظروفي تمام وحياتي تمام، او حتى لو ظروفي مش تمام وحياتي مش تمام، لان انا بشوف الناس مثلا امتى بيخلق جوانا دافع لتغيير حاجه معينه او لهدف معين؟ لما تكون الظروف عندنا مش كويسه، لما يكون في عائق في حياتنا، لما يكون في ظروف عايزين نغيرها، لما يكون في وضع مش عاجبنا، بساعتها بيكون هدف عندنا ان احنا نغير الوضع ده او نعمل حاجه في كده. انما بقى الناس مثلا لو حياتها تمام وما عندهاش الدافع او الهدف او اي حاجه توصل لها، ده موضوعنا الجديد ان شاء الله. انا حطيت نفسي مكانكم فهقول لكم الحاجات من وجهه نظري، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط انا مش عارفه، بس اقول لكم الحاجات اللي انا ممكن اعملها لو في يوم صحيت ولقيت ان خلاص ما فيش حاجه المفروض اعملها. كنتش عايزه ادخل في اول الفيديو في الموضوع على طول، خلينا نعيش سوا شويه عشان بجد انا مبسوطه جدا منكم ومن مشاركتكم لحاجات كمان انتوا عايزين تعملوها، وبجد بكون مبسوطه جدا. فاوعوا تبطلوا تكتبوا لي تعليقاتكم، تمام؟ عشان مش هتلاقوني بعد كده لو بطلتوا تكتبوا لي تعليقات بجد، عشان دي الحاجه اللي بتخليني اقوم واصور تاني. اوكي اوكي. هجرب النهارده قهوه فرنسيه بالشوكولاته. بصراحه انا مش بتفائل بالقهوه اللي بتبقى طعمها ديت، لان جربت كذا حاجه وكان طعمها مش احسن حاجه، ولكن دي اول مره اجربها فربنا يستر طلع طعمها حلو. مش قادره اميز ريحتها حلوه ولا وحشه. لسه قايلين دلوقتي ان رمضان يوم الخميس عندنا هنا في مصر. طب فانا بقى دلوقتي مش عارفه هل اعمل الفيديو ده نتكلم فيه عن ايه، عن كنت عايزه اعمل فيديو عن تخطيط رمضان بقى والحاجات اللي احنا عايزين نعملها في رمضان وكده، وفي نفس الوقت عايزه اعمل فيديو بتاع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وممكن ندمج الاتنين في بعض بما ان الاتنين اقرب من بعض، يعني مش عارفه حاليا انا محتاره بصراحه. هات لبن بعملها وانا خايفه تطلع طعمها مش احسن حاجه، هزعل قوي. بكره اخر مره هشرب فيها القهوه الصبح، يعني في خلال 30 يوم جايين. بس احساس القهوه اللي بعد الفطار مختلف تماما بجد. مش عارفه انتوا شايفين الموضوع الانوار اللي ورا دي ولا لا، ولكن احنا خلينا البيت هنا عاملين فعاليه رمضان تحفه بصراحه.
الشوارع عندنا كلها ما شاء الله ما شاء الله مفيش شارع تعدوا فيه غير وفيه زينة وأنوار وليدات وحاجات. السنة دي مختلفة كتير جدا عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت مش زي كده خالص، مش زي السنة دي. حاسة السنة دي الناس كلها عايزة تفرح. المهم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كده ايه يتحقق فيه كل ما نتمنى، ونبقى أقرب لربنا. وأهم الأوقات اللي في السنة كلها اللي أساسا لازم نرجع تاني كده نجدد فيه النية وننشط فيه بقى كل حاجة. نرجع فيه نقعد نفكر ونرجع لربنا ونفكر في حياتنا واللي احنا عايزين نعمله وايه غرضنا منها اساسا وايه هدفنا منها وكلام كتير كده وكلام كبير يعني هنبقى نتكلم فيه بعدين او اتكلم في الفيديو ده. بس خلينا الاول ادوق البتاع ده. مش بطالة والله، زي الكاكاو اللي بلبن مع القهوة بقى، خطيرة. الحمد لله كنت هزعل قوي بجد وطلعت وحشة. خلينا نعدل الإضاءة. هات ايدي وقت جاهزين. لا لسه في حاجة واحدة. جبت الفانوس الصغنون ده. انا مش عارفة ليه بجد كل حاجة مؤخرا بتميل للون الأحمر. بجد أنا مش عارفة، أول حاجة أشوفها على طول ما بتجيش هنا غير اللون ده. هل ده يدل على حاجة؟ أنا مش عارفة. بس كيوت جدا، تحفة. حطها هنا. اه لزق ماشي خلاص. خليك انت هنا بقى كفاية مماطلة وخلينا نتكلم في الموضوع اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة. ازاي نلاقي هدف لحياتنا؟ انا مثلا دلوقتي ما عنديش هدف وعايزة الاقي هدف لحياتي. خلينا متفقين على حاجة بس كده في الاول، ان ما ينفعش بجد نكون عايشين واحنا ما عندناش هدف لحياتنا. انا دي بالنسبة لي يعني حاجة ما تدخلش دماغي. ما ينفعش يكون في انسان عايش وما عندوش رؤية، هو عايز يروح فين ولا يعمل ايه ولا حياته دي ماشية ازاي ولا ايه رسالة من حياته ولا هو اصلا عايش ليه ولا الكلام ده كله. ولازم انت حتى لو انت لسه ما وصلتش الإجابة على كل الأسئلة ديت، انت بتكون ماشي في رحلتك وانت بتدور على الرسالة دي او على الأسئلة دي، على الإجابة على الأسئلة دي. انا عايش ليه؟ بعمل ايه هنا؟ ربنا اللي خلقني. وخلينا متفقين ان ربنا ما خلقش اي حاجة في الكون ده غير وليها وظيفتها. مفيش حاجة كمالة عدد، مفيش حاجة زيادة كده على اهو موجود مع الموجودين. مفيش حاجة كده. ربنا خلق كل حاجة وليها وظيفتها وليها رسالتها. فانت مهمتك هنا بقى انت تدور على الرسالة لو انت مش لاقيها. لو انت لسه ما جاتلكش، لو ربنا لسه كده ما كرمش عليك وفتح عليك بان انت تفهم انت عايش ليه وحياتك عايشة ازاي والدنيا دي كلها ماشية ازاي، فانت اللي عليك انت تدور عليها. وكلنا دورنا عليها. انا فترة من حياتي كنت عايشاها في حالة وحشة جدا. كنت دايما بحاول بسأل نفسي انا عايشة ليه؟ بعمل ايه هنا؟ طب ايه رسالة من حياتي؟ طب ايه اللي انا عايزة اسيبه بعد ما امشي من هنا؟ ايه ايه الاثر اللي انا عايزة اسيبه لما ما اكونش موجودة؟ الناس تفتكرني بايه؟ الحاجات دي كلها كانت دايما بتدور في دماغي، ولسه لحد الان بتدور في دماغي، ولسه لحد الان بحاول ادور لها على اسئله كتير، بحاول ادور لها على الاجابات. دي الحياه. ما ينفعش تكون عايش وانت مش عارف انت عايش ليه. تمام. دي كده اول حاجه قلت لكم ان ديت احنا مش بتجيلنا واحنا قاعدين كده ايوه بفكر بقى انا عايزه اعيش ليه. ما بتجيش كده، بتيجي مع الاسئله، مع الحياه، مع التدوير، البحث، مع القراءه، مع التدبر في القرآن، في خلق ربنا، في انك تسمع دايما عن ربنا، في انك دايما بتحاول تقرأ وتطور مهاراتك ومهارات عقلك وبتحاول تدور. بتيجي بده كله مع القعدة بقى اللي كنت دايما بقول لكم عليها، الكلام مع نفسك والكلام مع نفسك. والله العظيم دي حاجة، وانا اعتقد كلكم سمعتوا، كل الناس اللي على السوشيال ميديا كلها واللي دايما بتدي نصايح في الحاجات ديت، التدوين. تدوين ثم التدوين ثم التدوين. مكتوب عليه سؤال يراودني: لماذا نحن هنا؟ فده دايما سؤال احنا بندور عليه. فاللي عليك ان انت، والله انا بحس الجلسات ديت والقعده ديت والمرحله دي من الحياه ساعات بتبقى رخمه، وعشان انت لسه مش فاهم، بس بتبقى ممتعه جدا. فنوت بوك تحتفظ بيها تكون معاك، اي نوت بوك، وتقعد تكتب بقى فيها
انا ليه ربنا خلقني. دور على رسالتك من الحياة. النوت بوك ده هدفها تكون في رحلتك ان انت بتدور على رسالتك في الحياة، وما تدوروش ان هي تبقى حاجة كبيرة قوي، حاجة تغير في العالم. كفاية ان هي تكون حاجة صغيرة بتأثر فيك وفي المحيط الصغير بتاعك. تمام. زي ما قلت لكم في الاول الفيديو، اني بشوف دايما ان الاهداف بتاعتنا اكتر حاجة بنمثل فيها لما بيكون الانسان ده عنده مشكلة ما وهدفه ان هو يحلها. مهما كانت المشكلة، كل شخص مختلف، بس في عائق، في مشكلة، في كده حاجة كده منغصة على حياته بيحاول يحلها. دي اكتر هدفنا. فهمت الكلام ده كله. ازاي بقى الاقي برضو الهدف من حياتي؟ اول حاجة بتعملها تبدأ تمشي على محاور حياتك كلها. عندنا اول حاجة ديننا، علاقتك عاملة ازاي مع ربنا. دي دايما اول هدف. دايما بنحاول ان احنا نحسن المحور ده في حياتنا، اللي هو اهم محور. علاقتنا عاملة ازاي مع ربنا، حتى لو بعمل ذنوب، حتى لو في عيوب ايه وذنوب ايه، انا علاقتي ازاي مع ربنا. فدايما بيكون عندي هدف ان انا بقوي علاقتي بربنا، حتى مهما بروح راح ده نفسي راجعة تاني. ده اول حاجة. تاني حاجة علاقتنا الاجتماعية، علاقتي بأهلي عاملة ازاي، علاقتي بأقاربي عاملة ازاي، علاقتي بنفسي بقى عاملة ازاي. دي أهم حاجة برضو. بعد كده صحتي. صحتي اللي ربنا ادهاني ورزقني بيها وهيسألني عليها يوم القيامة لما نكون قدامه. هل انت حافظت عليها وعملت ربنا أمرك ان انت تعمله في جسمك؟ بتتمرن، بتحركه، عشان ده بيحافظ عليه اكتر، بيحافظ على عظمك اكتر ويبني عضلات اللي بتحمي عظمك اكتر. طيب اكلك، بالنسبة لاكلك عامل ازاي فيه؟ ده كله بالنسبة لصحتنا. هل انت مهتم بصحتك؟ طيب بعد صحتنا، وصحتنا دي اهم حاجة في الحياة، والله العظيم ما بيحسش بده غير لو حد فقد صحته ولا حصل له مرض معين. ده اكتر حد بيحس بالقيمة بتاعة صحته وجسمه، وانه قادر يمشي ويتحرك والحاجات دي كلها. القرآن ده عالم تاني، ده اساسا هدف لوحده. دي كلها اهداف وجوانب حياتنا احنا طول ما احنا عايشين واحنا بنحل فيها. دي اهداف طويلة المدى، ما بتخلصش. كل يوم عايزين نحسن، كل يوم عايزين نحسن، كل يوم عايزين نحسن. فدي اول اهداف عندنا، من غير بقى الشغل بقى والحاجات دي كلها، والاهداف العملية. يعني دي كلها اهداف حياتية ودنيوية وفي الاخرة. دي يعني حاجات جاية معاك للآخرة بمعنى أصح يعني. حاجة مهمة، عقلك. الفيديو اللي فات كنت بتكلم، وجهت رسالة كده للبنات ان ازاي قد ايه عقلك مهم، وانت لازم تقرأي وتتعلمي ودايما تكوني بتطوري فيه، وان وقت بجد يعمل حاجات انت مش متخيلاها، وحوارات كتير، وان احنا بنات بيضحك عليها بسرعة والكلام ده. الشباب قالت وماله عقل الشباب يعني. تحفة جدا، ما قلتش حاجة، بس انا اقصد كنت بوجه كلامي للبنات اكتر يعني. النهارده بوجه كلامي للشباب والبنات. اهتم بتطوير عقلك من خلال القراءة والتعلم وتعلم المهارات، والقراءة في كل المجالات. دايما بتكون بتطور في تطوير الذات والحاجات دي كلها مهمة جدا جدا. فده برضو جانب تاني. فأنا بقى مش متخيلة بقى في وسط كل ده وحد يجي يقول لي أنا ما عنديش هدف. ازاي يعني يقنعوني دلوقتي ازاي في وسط اللي انا اتكلمت فيه ده كله، في جوانب حياتنا بعيدا عن ان انا بقى عندي هدف عايزه اوصل له بقى وهيخلص كده؟ دي اهداف مكمله معانا لحياتنا كله. انا اختصرت الموضوع في كذا كلمه، ما تعمقتش بقى. انت لو مسكت كل جانب الجوانب ده تعمقت فيه هتلاقي فيه بلاوي. مواضيع كتير يتكلم فيها ويتحكى فيها. ففكرة ان انت تكون عايش وما عندكش هدف دي مش فكرة منطقية ابدا. في كتب كتير جدا حلوة جدا بتتكلم أصلا في المواضيع دي، بس أنا في 3 كتب قرأتهم وعارفة إن في كتب تانية أحلى وأحلى وأحلى يعني، حسب بقى الكتب. بس أنا دول اللي قرأتهم وبجد أثروا في حياتي وغيروا في حياتي 180 درجة. وقرأتهم مش دلوقتي، قرأتهم من وأنا صغيرة شوية. تمام. هو يعني رحت مكتبتي المتواضعة. أنا مش قارئة يعني، بس بحب القراءة. بجيب كتب وأقعد أقرأ فيها، في كتب موجودة ما قرأتهاش لسه. بصوا الكتاب ده بتاع العادات السبع للناس الأكثر فعالية. معايا الكتاب بتاع العادات السبع للناس للمراهقين. ده أول حاجة قرأتها، وبعد كده قرأت ده. هما اتنين شبه بعض قوي، بس الفكرة ان ده
الكلام فيه عميق شوية، يعني محتاج تركيز كده ودماغ كبيرة. انما ده محتاج يعني ده عادي بقى قراءته بتاعته. انا طبعا دول مترجمين، يعني مش موجودين من النسخة الأجنبية بتاعتهم. كتاب حرفيا طالع عينه طبعا يعني. إيه، حاجات بقى وأسئلة وكده. الأحلى حاجة في الكتب دي إن فيها أسئلة. أحسن كتابين بجد. ودول برضو دول نفس الكاتبة، الاتنين نفس الكاتبة بتاع سندريلا سيكريت وشهرزاد اون فاير. الاتنين دي دكتور هبة السواح قادر ياخد شخص كده من تفكير من الجانب المظلم للجانب المشرق. طيب احنا بقى محتاجين ايه بعد الرغي ده كله؟ اول خطوة عشان تبدأ يبقى عندك هدف ورسالة لحياتك والكلام الجميل ده كله. بصوا، لا وانتوا بتدوروا الاول دوروا يعني يبقى هدفكم، يعني في هدف اهوت، في هدف ان احنا عايزين نلاقي هدف ورسالة من حياتنا. ده هدف. فاول حاجة احنا بندور عليها هي رسالتنا، وعشان نعرف رسالتنا من الحياة هي محتاجين نعرف نفسنا. انا بحب ايه وبكره ايه. طب ايه علاقتك مع نفسك؟ إيه عارفها كويس، عارف عيوبها، عارف مميزاتها، عارف الحاجات اللي بتكرهها. طب عارف إيه الامراض النفسيه اللي عندك؟ كل الكلام ده كله محتاجين تتعرف على نفسك. والكتب اللي انا قلتها لكم ديت هتعرفكم على نفسكم. حلو جدا. فاول خطوه محتاجين تعرفوها هي ان انتم تتعرفوا على نفسكم. ومن مجرد ما تعرفوا على نفسكم وتدوروا على سؤال انا عايش ليه، هتلاقوا اهدافكم بقى ورسالتكم من حياتكم والكلام ده. فأول خطوة رسالة الحياة، دوروا على رسالة لحياتكم. في كده تمرين. التمرين ببساطة حلو جدا برضو بصراحة. أول ما سمعته اتخضيت كده وقعدت أفكر فيه كتير جدا. يا جماعة هاتوا الكتب دي واقرأوها، والله العظيم هتغير حياتكم، بالذات الكتاب الناس أكثر فعالية وبتاعهم هبة السواح الاتنين. آم، اللي اتقال التمرين أو الفكرة اللي اتقالت في الكتاب هو إن أنت تتخيل أنت داخل ميتم، وكل شخص موجود في العزا ده هيقوم يقول كلمة أو حاجة عن الشخص المتوفي. وفجأة انت بتشوف ان الشخص المتوفي ده هو انت. انت عايز بقى كل شخص من اللي قام، سواء من عيلتك حد قريب منك الناس اللي موجودة، تقول عنك ايه. اقعد تفكر بقى في الموضوع. انت محتاج، انت عايز الناس بعد كده تقول عنك ايه. ده موضوع نحتاج نقف عنده ونفكر فيه، لانه هيترتب عليه افكار وحاجات كتير جدا. فدي حاجة تسهل عليكم برضو الدنيا. احنا محتاجين يكون عندنا رسالة لحياتنا. فصل خلاص. كلمتين بقى من قلبي، والله أنا كل الكلام اللي بقوله في الفيديوهات كلها بقى من قلبي. انت لازم تلاقي رسالة حياتك. هتلاقي رسالة حياتك ازاي؟ او انا عملت ايه بجد؟ وانا لسه ما لقيتهاش بشكل كامل، بس ليلة وصلت نقطة كويسة فيها، لان انا مريت بمواقف وحشة أو بفترة وحشة قوي يعني في الحوار ده. تلاقيها من التعرف على ذاتك، وانك كل يوم بتسأل نفسك انا عايز اعمل ايه. ومش ما بتقفش على السؤال ده وبتقف عنده بقى خلاص، لأ. بنقرأ. القراءة بتوسع مداركك لحاجات كتير جدا جدا. انت مش هتعرف غير لما تقرأ، تتدبر في القرآن. دي برضو توسع مداركك اكتر من القراءة كمان. بس الفكرة في القراءة ان هي بتكون تجارب ناس بقى عاشتها. إيه، ناس زينا زيهم عاشوا في الوقت الحالي، تجارب بنتعلم منها، أفكار بنتعلم منها. فاهمين؟ دي حاجة. القرآن حاجة تانية طبعا ملهاش خلاف. فدول محتاجين، دول بجد هيفرقوا جدا جدا في فكركم. فغير بقى طبعا الكلام اللي قلنا في الجوانب. ما تخرجش بجد من الفيديو ده غير وانت واخد ورقة وقلم، مهما كان سنك ومهما كان انت حياتك عاملة ايه دلوقتي، حلوة ولا وحشة ولا ايه. محتاج تشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك. رسالة عايز بعد ما تموت. انا بحس الكلمة دي صعبة اوي، لا بلاش نقولها. هقول ايه طيب مكان. بعد عمر طويل ان شاء الله الناس تقول عنك ايه، ايه الاثر اللي انت عايز تسيبه. أم، اسمع قصص ناس تلهمك، اقرأ كتب، اهتم بصحتك وبجسمك. انا بحس بصراحة الناس اللي مثلا بتكون مهتمية بصحتها وبتعمل رياضة وبتصحى الصبح وبتعمل كذا، حتى لو في الاول انت بتعمل حاجة زي كده وما عندكش هدف تاني، الحاجات دي بتأثر على كل جوانب حياتك. تمام.
بجد اتمنى بجد تكونوا فهمت مقصدي وقصدي وفهمتم، والدنيا بقت بالنسبه لكم اوضح في النقطه دي. والكتب اللي قلت لكم عليها بجد حلوه قوي 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 قوي، ممكن تجيبوها وتقرأوها. هتغير في حاجات كتير قوي قوي قوي. وزي ما قلت لكم، مهما كان السن، مهما كان سنكم، انتوا صغيرين ولا كبار، انا اكتر ناس بتفرج عليه هم صغيرين، يعني اصغر مني كمان كام سنة. ف حتى الكبار مهما كان السن، ما فيش وقت معين بنقول ان احنا خلاص فيه وصلنا او كذا، او عدى عليا الوقت او كذا، لا. لو سني 40، لو سني 50، لو سني 60، بافضل كل يوم باتعرّف على نفسي، كل يوم باعرف حاجة جديدة عن نفسي، كل فترة الإنسان بيتغيّر. وهنطلع لربنا في يوم من الأيام، وهيسألنا على كل حاجة عملناها، وعلى الوقت اللي ضيّعناه، وعلى كل حاجة هنتسأل عليها. فحاول دايمًا في دماغكم الحوار ده، إن أنت هتتسأل على كل كبيرة وصغيرة في حياتك، كل دقيقة بتعدّي هتتسأل عليها، وكل دقيقة في حياتك مكتوبة أساسًا، فما ينفعش تكون عايش من غير هدف، ده مش منطقي والله العظيم. بس هاشوفكم بقى الفيديو الجاي في رمضان، واغششكم الحاجات اللي انا هعملها في رمضان، وانتوا برضه غششوني الحاجات اللي محتاجين تعملوها في رمضان، عشان نغش من بعض ونستفاد يعني. بس كده، باي باي.